السوري والنظام السوري حتى تعتمر وزارة الأوقاف بأمره. لذلك نحن لله الحمد تداعينا بالأمس إلى إنشاء تحالف خليجي سميناه الرابطة الخليجية لنصرة والتضامن مع الشعب السوري، وتشكلت أمس في الكويت، وستعمل هذه الرابطة الخليجية إلى عمل سياسي وإعلامي وإغاثي وحقوقي وإنساني لصالح قضية الشعب السوري. لذلك بإذن الله بدأت العجلة تتحرك وإن كانت متأخرة لنضم كل جهودنا الخليجية ثم إن شاء الله العربية والإسلامية لنصرة الشعب السوري. وإن شاء الله كما قال الشعب السوري ما بيعيد إن شاء الله ما يشوف العيد والله ياخذه ويفكنا منه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور نريدها جمعة كويتية يا دكتور، نريدها جمعة كويتية يا دكتور. هذا أبلغ رسالة اليوم، هذه جت فجأة ولكن الشباب تعاضدوا وحصل اللي فيه خير، لكن احنا نريد أكبر من ذلك. مشايخنا توقفوا 30 مليون قرض للنظام القاتل. لن نرضى بالقليل يا دكتور وفيك البركة. بإذن الله لن نرضى بالقليل، ونعدكم بأنه ستكون أنشطة وفعاليات لنصرة الشعب السوري حتى يطرد السفير الحقير بإذن الله تعالى من أرض الكويت الطاهرة. الكويت لا تأتمر بإمرة سفير بعثي يأخذ أوامره من نظام بشار الطاغية. لا أريد أن أطيل وذلك لظروف الجو. الآن مع شيخ الثورة السورية في الكويت ومن حمل لواء هذه القضية ومن تكبد عناء السفر ليزور إخواننا في المخيمات السورية في تركيا. مع ذلك الشيخ الدكتور شافعي سلطان العجمي أمين سر رابطة علماء الخليج، فليتفضل مأجورا ومشكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرسالتي الأولى إلى الشعب السوري البطل الذي صمد 4 أشهر على الدبابات والطائرات والحصار وقطع الكهرباء والماء والهواتف والصمت العربي والصمت الخليجي والصمت الإسلامي والصمت العالمي والتواطؤ العظيم الذي يجري على مرأى ومسمع من الناس. صبروا على القتل وصبروا على الأذى وصبروا على كل شيء، فذكرونا بالأمجاد القديمة وذكرونا بالبطولات الإسلامية العظيمة. فنقول للشعب السوري: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن صبركم على مدى 4 أشهر جعل هذا الجيش الذي تخاف منه جميع الجيوش العربية جعلته ينهزم وينشق ويختلف، وتتضارب الأنباء من داخل الجيش السوري وتختلف الكلمة ولا يعرفون ماذا يفعلون. وكانوا يريدون أن يطفئوا جدوى هذه الثورة قبل رمضان فلم يستطيعوا، لكنهم قالوا: إذا لم نداهم هذه المدن التي منعتنا من الدخول في الساعة 4 فجرا فإن هذه الثورة ستكشف سوءة الجيش السوري. رسالتي الثانية للشعوب الإسلامية: أيتها الشعوب الإسلامية، هل تنتظرون أن تهدم الكعبة؟ هل تنتظرون أن يهدم المسجد الأقصى؟ يقول عليه الصلاة والسلام للكعبة: ما أعظمك ولدم المسلم أعظم عند الله منك. الكعبة عظيمة عند الله، لكن دم المسلم أعظم عند الله سبحانه. فإذا كنا نرى دماء النساء ودماء الأطفال ودماء الشيوخ تزهق ونهر العاصي يتغير لونه من دماء الناس، فماذا ننتظر؟ هل ننتظر من النظام السوري أن يقول دافعوا عن إخوانكم؟ هل ننتظر الأمم المتحدة تقول دافعوا؟ ماذا ننتظر؟ أقول للشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها: إن لم ندافع عن إخواننا بكلمتنا وبأموالنا وبما نستطيع فسيسألون الله تبارك وتعالى، وستنزل علينا عقوبة في الأرض قبل الآخرة. الرسالة الثانية للمسؤولين من المدراء
والوكلاء والوزراء والأمراء والملوك والرؤساء، والله الذي لا إله إلا هو ما أصابكم إلا حين تخليتم عن الأمانة التي أناطها الله في أعناقكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لقد ضيعتم أمانة المال، وضيعتم أمانة السياسة، وضيعتم أمانة الحقوق،